السلام عليكم. هذا وشوالم تحطوا لضيافكم كي يجوكم في المناسبات. غاتو غوشي احسن من المحلات، موديل بزاف شباب وبزاف بنين، تالمون فيه عدة اذواق. لازم تسجلوا الوصفة عندكم وتجربوها باسكو وصفة محترفين. نبداو الوصفة بسم الله. في البداية نحضروا بسكوي وشوكولا. عندي هنا 60 غرام زبدة، 70 غرام شوكولا نوار و40 غرام حليب. نحطهم في كاسرونة ونديرهم فوق الفرن يسخنوا. نحط في غيسيبيون 4 بياض بيض مع قرصة ملح ونطلعهم شوية. من بعد نزيد 80 غرام سكر، نزيدها غير بالعقل، نقسمها على 3 خطرات وانا راني نطلع في البياض حتى يطلع مليح ونتحصل على الباك دوازو كيما راكم تشوفوا هنا. نحط هنا 4 صفار بيض مع 2 مغارف سكر، نطلعهم مليح بالباتور حتى نتحصل على خليط كريمي يولي هكذا. في هذا الوقت نضيف عليه هذاك الخليط تاع الشوكولا اللي كنت سخنته من قبل في الفرن، ونعاود نخلط مليح بالباتور حتى يندمج مليح صفار البيض مع هذاك الخليط تاع الزبدة والحليب والشوكولا. عندي هنا 70 غرام فارينة مع 20 غرام كاكاو. نغربل شوية من الكمية فوق الخليط السابق ونخلط من الفوق للتحت غير بالعقل باش ما يهبطش الخليط. دوكا نضيف شوية من بياض البيض اللي كنت طلعته من قبل ونخلط من الفوق للتحت غير بالعقل. نزيد الكمية اللي بقات لي تاع الفارينة والكاكاو ونحطها فوق الخليط ونخلط غير بالعقل. ما تقلقوش به، طلعوه غير بالعقل من الفوق للتحت. ونكمل ببياض البيض. هنا لازم تتبعوا كامل هذو لي زيتاب باش ينجح لكم البسكوي. لازم يجينا الخليط عنده قوام، ما يجيش سائل، وباش في الاخير نتحصلوا على بسكوي يكون خفيف بزاف وما تسحقوش تشربوه. هذا البسكوي رائع، معتمدات هنايا في معظم الوصفات، كنت ديجا درتو لكم من قبل في لي ترونش جو بونس. شوفوا البسكوي هنايا كيفاش يجي، ما يجيناش سائل. نمشيه كامل في الصينيه نتاعي، ابعادها 30 على 40 سنتيمتر، وندخلو للفرن. نكون سخنته ديجا من قبل على 180 درجه لمده 10 دقائق. هنا شوفوا بعد ما طاب نحيه من السنيوه ونقطع 2 مربعات بهذا المول. الابعاد نتاعو 17 على 17 سنتيمتر. شوفوا هنا كيفاش يجي البسكوي، يجي خفيف بزاف وما يسحقش نشربوه. اللي حب يشربوه غير شويه. نروحوا المرحله الثانيه، نحضروا فيها الكروستيون براليني نوازيت. نحط في غيسيبيون 50 غرام شوكولا اولي، نذوبها ما نديباسيش 40 درجه. نزيد لها 166 غرام براليني نوازيت ونخلطها مليح حتى يندمجوا كامل. من بعد نزيد 84 غرام فايتين ونخلط كامل المكونات. نروح نحط في هذاك المول المربع الاول تاع البسكوي. انا هنا ما شربتش البسكوي، اذا حبيتوا تشربوه عادي. نحط فوقه الكروستيون براليني نوازيت ونمشيه كامل على الاطراف، ليسيه مليح كامل هكذايا بالملعقه كما راكم تشوفوا، وندخلوه للثلاجه يتماسك شويه. المرحله الثالثه راح نحضروا الكريمو شوكولا. دونك واش نديرو؟ اول حاجه نخدموا لا كريم انجليز. عندي هنا 62 غرام كريم ليكيد مع 62 غرام حليب، نحطهم في كاسرونه ونحطهم فوق الفرن يسخنوا، ما لازمش يغلو. نخلط هنا 2 صفار بيض مع 16 غرام سكر، نخلطهم مليح ونضيف فوقهم هذاك خليط الحليب مع لا كريم ليكيد اللي كنت سخنتهم من قبل. نخلط شويه ونعاود نرجعوه في الكاسرونه يسخن فوق الفرن، ما لازمش نديباسي 85 درجه. علاش؟ باش ما يطيبش صفار البيض وتفسد لنا لا كريم انجليز. عندي هنا 100 غرام شوكولا نوار، نحط فوقها لا كريم انجليز وهي هكذاك سخونه، نخليها شويه ومن بعد نخلطها بالفوي، نميكسيها بالبغا ميكسور باش تجيني ليس. ومن هنا وشنو هو الكريمو اللي تبعوني لهذه اللحظه يكتبوا لي في التعليقات. معليش نجاوبكم، وهو كريم انجليز ونزيدوا لها شوكولا سوا نوار ولا اولي. نحطوه هنايا فوق الطبقه المقرمشه اللي هي كروستيون براليني نوازيت ونمشوه على كامل الاطراف. ندخلوه للثلاجه يتماسك، ولا كنتم مزروبين ندخلوه للمجمد. ونروحوا المرحله الرابعه اللي هي موس وشوكولا. عندي هنا 5 غرام بودره جيلاتين 200 بلوم، نضيف لها 30 غرام ماء.
نخلطهم ونديرهم في الثلاجة يتماسكوا. هنا واش نديرو، نجيب كاسرونة نحط فيها 75 غرام حليب مع 75 غرام كريم ليكيد 35% ماتيير غراس، نحطهم فوق الفرن يسخنوا. في ريسيبيون نحط 4 صفار بيض مع مغرف سكر، نخلطهم حتى يذوب السكر كامل في صفار البيض، ونحط فوقهم هذاك الخليط اللي كنت سخنته من قبل تاع الحليب ولا كريم ليكيد، نخلطو مليح. نعاود نرجعو في الكاسرونه كيما خدمنا من قبل في الكريمو كومي كريم انجليز، ونحطو فوق الفرن يسخن وما لازمش نديباسي 85 درجه. عندي هنا 180 غرام شوكولا، خلطت شويه نواغ شويه اولي، زدت عليها لا كريم انجليز من الفوق بعد ما سخنت، خلطتها شويه ورحت ذوبت لا ماس جيلاتين في باماغي، زدتها فوق الخليط وخلطت مليح، ميكسيتو باش يندمجوا كامل المكونات وحطيته بجيه. جبت هنا 180 غرام كريم ليكيد 35% ماتيير غراس وطلعتها بالباتور. ما نطلعهاش مليح، نطلعها غير شويه كما راكم تشوفوا في لا فيديو، تكون سائله. نحطها فوق الخليط السابق ونخلط من الفوق للتحت حتى تندمج جميع المكونات وتولي لاموس تاعنا هكذا ليس وعندها قوام. نزيد نخلطها هنا لا دوزيام فوا بالفوي باش نتاكد باللي لا جيلاتين دخلت كامل في لاموس. نروح نجيب القالب نتاعي بعد ما تماسك لو كريمو، نحط نصف الكميه ونمشيها مليح على الاطراف ونعاود نرجعها المجمد ابوبخي واحد الساعه هكذا قيس ما تشد روحها. نعاود نخرجها ونحط فوقها الطبقه الثانيه تاع البسكوي، ونحط فوقها الكميه تاع لاموس اللي بقات لي، نمشيها مليح على الاطراف ونعاود نرجعها المجمد ونخليها 4 سوايع على الاقل باش تتماسك. نروح نحضروا المرحله الخامسه كلاصاج غوشي. عندي هنا 50 غرام نوازات مقطعها كما راكم تشوفوا. في بول نحط 175 غرام شوكولا اولي ذايبه ونزيد عليها 50 غرام زيت، ندخل مليح هذيك الزيت في الشوكولا ومن بعد نزيد عليها لي نوازات كونكاسي، نخلطهم مليح مع بعضهم ونستعملهم من 30 ل 35 درجه. بعد 4 سوايع رحت جبت القالب نتاعي من الكونجيلاتور وسخنت الاطراف هنايا كما راكم تشاهدوا باش نديمو ليه فاسيلمون. نحيته من هذاك التبيسي وحطيته هنا باش كي نقطعو يجيني ساهل. دوكا اشاك فوا نسخن الموس ونقطع به ومن بعد نعاود نمسحو ونعاود نسخنو باش نزيد نقطع حتى نكمل كامل هكذا باش تجيني الخدمه بروفيسيونيل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني واش كنت ندير من قبل، واي استفسار كتبوا لي في التعليقات ونجاوبكم عليه ان شاء الله. هنا المرحله السادسه والاخيره نروحوا نخدموا فيها غاناش مونتي. هنا ما حطيتش الوصفه نتاعو باسكو الفيديو يجي طويل بزاف وعلى بالي راكم رايحين تكرهوا منه، انا ديجا حطيته في فيديو سابق، نخلي لكم الرابط نتاعو لتحت اسفل الفيديو. هنا واش درت، جبت هذاك الكلاصاج غوشي حطيته في حاجه غامقه كيما هذه، انا جبت مولا كيك ودرتو فيه باش يساعدني كي ندخل الحبه نتاعي تدخل فيها كامل الشوكولا. كيما راكم تشوفوا نغطس الحبه تاع الشوكولا غير من الاطراف ما نغطسهاش من الفوق، نخليها هكذاك باش نحط فوقها الغاناش مونتي من الفوق كيما شفتوا هنايا، وزينتها بحبيبه نوازات من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي للغاتو غوشي. اللي وصل لهنا معايا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقى لي غير نقول لكم جربوا هذه الوصفه ما راحش تندموا عليها، وصفه احترافيه وقمه في البنه. سلام.